هو فين مهاجم النادي الاهلي البديل؟ هو فين اجنحه النادي الاهلي؟ بيرسي تاو ضايع حرفيا. لما انت يا كولر فشلت انك ترجع مستوى بيرسي تاو، ما قعدوا ليه في النادي الاهلي؟ ليه محسوب علينا؟ ما مشيتوش ليه؟ وايه مستوى الشحات ورضا سليم ده؟ ومين المسؤول عليه، كولر ولا مين بالظبط؟ وهل مستوى اللعيبه واقع لدرجه في خط الوسط انك تلعب كوكا اساسي مكان السوليه؟ يعني انت ما بتلعبليش السوليه اساسي ومش عايز تلعبه اساسي؟ ايه يا كولر ده؟ انا مش فاهمه الصراحه. ما عندكش غير قفشه في خط النص، وكمان مش بتلعب قفشه اساسي غير كل فين وفين. طب ايه، هو قفشه هيشيل خط النص لوحده ولا ايه يعني يا كولر؟ انا مش فاهمه. كوكا لا دفاعيا ولا هجوميا، كوكا صفر فنيا. الاهلي النهارده بيتعادل مع البنك الاهلي 0-0 في مباراه تقدر تقول ان هي عك كروي، عك في اداء النادي الاهلي، عك في تشكيله الاهلي، عك في تبديلات النادي الاهلي. يحيى عطيه الله وعمر كمان نايمين في المباراه. ياسر ابراهيم اداؤه سيء جدا لدرجه ان هو قرب يبهت على رامي ربيعه، لولا بس ان شوبير هو اللي كان فايق في الدفاع شايل 3 تجوان. قفشه ممكن، بس سؤال، مين بديل قفشه في الاهلي؟ الساعي اللي كولر اصلا مش مقتنع بيه، الساعي اللي كولر بيلعبه لك اخر 5 أو 10 دقايق كل ماتش فين وفين، ولا امام عاشور اللي من كتر الضغوطات والمشاكل اللي بره الملعب امام عاشور اصلا مش مركز، وبالمنظر ده امام مش راجع. حرفيا الساعي هو زي يوسف ايمن واشرف داري، الصفقات اتركنت، انسى ان انت يظهروا تاني اصلا. انا بقى عندي سؤال بجد، هل ده الاهلي اللي هيلعب الانتركونتيننتال وكاس العالم وبينافس على الدوري؟ طب من رابع ماتش ليك بتتعادل ماتشين مع فرقتين مش بينافسوا على اللقب اصلا. فوقوا شويه يا لعيبه، فوق يا كولر. احنا الاهلي محتاجين نلعب بروح، محتاجين نلعب باداء. فين الروتيشن يا كولر انك كنت بتعمله لكل الفرقه؟ فين الروتيشن وفين اعاده التدوير؟ فين يا كولر؟ دكتك فاضيه، الدنيا كلها بتتفرج على المباراه النهارده بيقولوا لك دكه الاهلي فاضيه ما فيهاش حد. ليه توصلنا ان احنا نبقى عاملين كده يعني يا كولر؟ الاهلي هيبقى متوقف على لاعب؟ هيبقى متوقف بس على المهاجم وسام ابو علي؟ بطولاتنا على وسام ابو علي بس؟ من امتى اصلا واحنا بنقف على لاعب؟ من امتى واحنا الاهلي علشان لاعب؟ من امتى يا كولر؟ عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات بجد مين المسؤول عن اللي بيحصل ده، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه الحل في اللي بيحصل.